الدوشة اللي مسببها سد النهضة لسه مستمرة حتى بعد ما الإثيوبيين افتتحوه بشكل رسمي، وطبعا ده شيء طبيعي لأن كل المخاوف اللي كانت بتتكلم عليها مصر والسودان من السد بدأت تظهر على أرض الواقع. أسئلة كتير بتدور في عقل كل مصري متابع الملف ده، إيه اللي هيحصل دلوقتي لمياه النيل؟ وإيه موقف مصر؟ وهل ممكن يكون في حل عسكري؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلينا نرجع بالزمن شوية. فكرة بناء سد النهضة بدأت من سنين طويلة، لكن التنفيذ العملي بدأ في 2011، ومن ساعتها مصر والسودان في مفاوضات مستمرة مع اثيوبيا علشان يوصلوا لاتفاق عادل يحمي حقوقهم في مياه النيل. لكن للأسف اثيوبيا فضلت تماطل وتتعنت ومشت في طريقها من غير ما تهتم بحقوقنا. الملء تم بشكل أحادي، وده اللي سبب قلق كبير جدا في مصر والسودان، خصوصا إن نهر النيل هو شريان الحياة الوحيد للمصريين. اثيوبيا بتقول إن السد ده مهم جدا ليها علشان توليد الكهرباء وتحقيق التنمية، ودي حاجة احنا مش ضدها، لكن احنا بنقول ان حق التنمية ما ينفعش يكون على حساب حياة وحقوق 120 مليون مصري. اثيوبيا مش بتقلل حصتنا، دي كمان بتتحكم في تدفق المياه اللي بنعتمد عليه في الزراعة والشرب والصناعة. طيب ايه هو موقف مصر دلوقتي؟ وهل احنا في خطر حقيقي؟ هنا بتظهر أهمية السد العالي اللي يعتبر درع مصر المائي الحقيقي. خبراء كتير زي الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أكدوا ان المخزون المائي في السد العالي دلوقتي في أفضل حالاته، يعني المخزون ده بيوفر امان لينا لسنين قدام. بفضل السد العالي مصر قادره تتحكم في مخزونها المائي، وده اللي خلاها مش مضطره تاخد قرار عسكري دلوقتي. الدكتور شراقي قال كلام مهم جدا، المياه اللي موجوده حاليا في سد النهضه هي مياه مصريه احنا اللي خسرناها من حصتنا، وممكن نقول ان مصر بقى عندها سدين، السد العالي وسد النهضه. ده معناه ان السد العالي مدي الاداره المصريه مساحه من الوقت للتفاوض من غير ما تكون تحت ضغط مباشر. مصر موقفها واضح جدا، احنا ضد بناء اي سد تاني بنفس الطريقه دي، واحنا مش دوله ضعيفة عشان نسيب مصير شعبنا في ايد دولة تانية. لكن في نفس الوقت مصر مش عايزة تدخل في نزاع مع اخواتها في حوض النيل. القيادة السياسية في مصر اكدت اكتر من مرة ان الافضل هو اننا ناخد حقوقنا في الحوار والتفاوض. الحل العسكري ممكن يحصل في لحظة يأس، لكن احنا مش في اللحظة دي، احنا عايزين نبني علاقات كويسة مع كل دول القارة ونحل مشاكلنا بالطرق الدبلوماسية والقانونية. ده اللي بيعمل تاريخ جيد مع دول حوض النيل وبيثبت اننا دولة قوية ومستقرة. احنا حصتنا السنوية الثابتة من مياه النيل هي 55.5 مليار متر مكعب، ودي كمية بنعتمد عليها بشكل كامل لأن مصر ما عندهاش مصادر مياه تانية أساسية. السد العالي بيحتجز دلوقتي 64 مليار متر مكعب من المياه، دي كمية كبيرة جدا لكنها بتعوض الخسارة اللي حصلت من ملء سد النهضة. السد العالي هو أكبر سد في العالم مبني على النهر، وليه أهمية تاريخية مش بس في تخزين المياه لكن في حماية مصر من الفيضانات والجفاف. اثيوبيا بتقول ان السد ده مش هيأثر علينا، لكن في الواقع اي كمية مياه بتتحجز في السد الاثيوبي هي كمية مياه كانت المفروض تيجي لمصر والسودان. في النهاية الازمة لسه موجودة، لكن الامل موجود في الحلول السلمية والدبلوماسية، ووجود السد العالي بيطمنا وبيخلينا واثقين في قدرة مصر على حماية حقوقها.